العزاز، كي دايرين الحباب ديالي العزاز، كي دايرين بخير هانيين الصحيحه، الامور ديالكم مزيان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، والعواش مبروكه بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه، نتمنى تتابعوني من الاول حتى الثاني وتبارطاجيو الفيديو، ما تنساوش بدينا كومونتير زوينين. الله يجازيكم بخير، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتشوفوا الحباب ديالي 10 دخلات ومفاتيح محرم كالجمعه. الله يدخل علينا هذه السنه ان شاء الله بالخير بالصحه بالشفاء لكل مريض وبالتيسير، واللي كيتمنى شي حاجه وليدات بالنجاح ان شاء الله، التلاميذ كاملين الله يرزقهم الصحه والسلامه والنجاح. وجيت لكم هذا النهار بواحد الوصفه ديال هادشي اللي كنبغيو في عاشوراء. غادي نسوي معكم واحد القصات ديال عاشوراء اللي كيجيو زوينين، ندير واحد 4 النكهات اللي كتجي رائعه وبسيطه ومتواجده في اي منزل. المهم غادي تجيو معايا هنا ان شاء الله. كاين عندي هنا 650 غرام ديال الدقيق اللي كنكون غربلتها. الدقيق اللي كيكون مزيان الحلويات، ماشي تاخذوا، انا كناخذ الفرص اللي مزيان وصافي، كندير واحد الحفيره هكا وكنوضعوا. دابا غادي نبقى ندير معكم المقادير وانا كنخدم باش ما نطولوش الفيديو بزاف. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه الخميره الفوريه ممسوحه، حيت دابا سخون الحال، وغادي ندير معاها شويه د الماء من هذا الكاس هذا اللي درت هنا عبرته ديال. غادي نخلط هاد الخميره نخليها هكا كتفاعل لنا، وهنا غادي ندير واحد المعلقه. راه درت كلشي ولكن ما بغيتش بغيت ندوز معكم المقادير وانا كنخدم. هنا عندي واحد المعلقه ديال البودره ديال الثوم، الا عندكم حتى البصل ديروا ديال البصل كتجي رائعه حتى هي. عندي واحد القريصه ديال الابزه، كتعرفوني انا مع الابزه ما كنستعملوش بزاف. عندي هنا واحد المعلقه ديال الملحه، معلقه ديال الملحه. المهم كندير كلشي هاد المقادير كنديرهم فوق هاد الدقيق. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الموطار، وهنا عندي 4 الفرماجات. بغيتو ديروا غير 3 ولكن احسن ديروا 4 باش يجيو ديك المملحات ديالكم فيهم ديك القرمشه ديال الفرماج، يعطيهم واحد المذاق زوين. هنا عندي كاس لارو ديال الزيت، درت نص ديال الزيت البلديه وكملت بالزيت ليسيو باش يعطيني القياس ديال كاس لارو. نتوما بغيتو ديروا كامل زيت بلديه كامل زيت المائده ماشي مشكل، المهم كاس لارو كنخويه هنا هكا. دابا هنا غادي نخدم بيدي، بسم الله بسم الله بسم الله لا بارك الله. المهم غادي نخدم هذا الشيء مزيان في الزيت، هذا الدقيق كله ندخلو في هذا الزيت والفرماج. عاد نبدا نضيف الماء. بالنسبه للماء عندي واحد الكاس ديال الماء، نبقى ندير منه تدريجيا حتى نحصل على العجينه ديالي. انا دابا عطيتكم كنت بغيت نضرب المقادير ولكن غادي تجيكم بزاف، درت على غير الكميه ديال 650 دقيق باش ديروا كل واحد يدير على قد المستطاع ديالو. دابا من بعد ما دخلت ديك الزيت كامله في ديك الدقيق، هنا غادي نبدا ندير الماء. غادي نبقى نجمع بالماء ولكن نضيف شويه شويه. المهم العجينه ما غاديش تجي قاصحه بزاف وما تجيش مخوفه بزاف، حسب الدقيق. وخير نعطيكم العبار ديال الماء، راه كل واحد والنوع ديال الدقيق اللي عنده. عمري لا ريتها شويه غير ملهي ديالي جالسه حدايا. هادو المنسمات حتى نجمع العجينه، عاد ندير كل نقسم على 4 الكرات، وديك الساعه نيت غادي نشارك معكم المنسمات. هنا هذا لا باز ديال العجينه، هاد العجينه هذه ديروها وديك الساعه نيت نتوما كتنسموا بداك الشيء اللي بغيتو. تديكوها شويه بناتي، ضروري تديوها وتجيبوها هكا شويه باش ديك المكونات كاملين يتنشجوا. تديكوها واحد 5 دقائق وعاد نقسموها. ايوا ها العجينه ديال الفقيقسات ديالني كي كيجيو كتجي العجينه ملينه زوينه. المهم العام الاول كنت شاركت معكم اللي بغات تدخل القناه ديالي وتقلب على الفيديو ديال الفقاس ديال المملحات، شاركت معكم واحد المملحات على واحد الطريقه الاخرى. دابا هذه ما تحتاج لا المراشم لا والو، غادي تخدموا هذا سهل الصراحه، تخدموا دغيا ويعطي الكميه. هذا غير ديك الحليبلات هانتوما غادي تشوفوا معايا. صحيت عليكم بناتي الحال سخون، ما بقاش خاطر باش نطبعوا ونكادو نديروا بحال هكا دغيا الخدمه ساهله وزوينه. دابا غادي نقسم العجينه ديالي ل4 الكرات.
نقطعوا العجينه ديالنا النصف الجوج ديال الاجزاء، ونجي كل جزء غادي نقسموه على جوج باش نحصل على 4 الكرات. وانتوما كتخدموا بيديكم كتشوفوا تقيسوا بيناتهم. دابا من بعد ما قسمناهم هكا كنحسوا على هاد الكرات باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نديروا لهم هكا هاد الطريقه هذه. نمشي معكم كل حاجه. هذه غادي نخليها في اللون ديالها، دايره لها هنا شويه ديال الحبوب الشيا وشويه ديال البافو والزعتر. هنا غادي نسمو بهاد المنسمات، الزعتر والبافو وحبوب الشيا. غادي نخليوها هكا. هنا عاود هاد الكره هذه غادي ندير معاها واحد شويه د الزعتر هكا اللي كنكون حكيته بين يدي، وندير هنا معاه واحد 2 معالق ديال الزيتون اللي طحنتو هكا، حيدت له العظم وطحنتو في الهاشوار. والكره الثالثه غادي ندير فيها معلقه ديال العطريه ديال الحوت. هذه العطريه اللي صوت معكم معلقه كبيره، هذه راه عندي كبيره هذه المعلقه بزاف حيت انا كنت بغيت نذوب المقادير. وندير هنا المعنوس. هذا المعنوس شديته غسلته مزيان وطحنته في الهاشوار، والعطريه ديال الحوت اللي باش غنسل. هنا هذه غادي ندير فيها شويه الخرقوم وشويه التحميره، حيت انا كما قلت لكم كنت وجدت باش ندير القياس نضوب المقادير مضوبلين. قلت باش ما ندوخكمش غادي نعطيكم غير المقادير ديال 650 غرام ديال الدقيق. هنا عندي الهريسه. المهم كل حاجه غادي ندخلها دابا. كل كره غادي نخدمها بوحدها حتى النهار. غادي نجمعهم هكا. والمتابعين ديالي الغاليات، من بعد ما خلطت ديك المنسمات كاملين كل حاجه كما قلت لكم، هذه فيها الحبوب الشيا وبافو والاخر والزعتر وهذا الحار وهذا المعنوس وهذا الزيتون. كنبقاو ندلكو بحال هذه كتكون فيها ديك الهريسه. خصكم ضروري كتزيدوا لها شويه الدقيق وانتم كتخدموها. وهذه كتكون كتطلق ليدام، كتطلق ديك الزيت، زيدوا لها شويه الدقيق وانتم كتخدموا في يديكم. هذه خلاص ما زدت فيها حتى شي حاجه د الدقيق، جات هي هذيك. وهذيك المعنوس كتطلق السوائل، كتعرفوا المعنوس كيكون كيطلق الماء، طلق لي شويه الماء زدت الدقيق. المهم كتعلكوهم مزيان حتى كتكوروهم على هكا. وهنا غادي نحطهم هنا باش نبدا نخدمهم نحبلهم. غادي نبدا من هذه ضروري غادي نقطعها. راه ديك القطعه غادي نقطعها لواحد اللي غادي نصاوب بهم واحد الحربولات ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغار. المهم هذه خصني ضروري ندير على الطبله باش يصلح لي. نخليهم غير هكا على ما يطلقوا لي شويه باش يجيو لي ساهلين. كنطلق هكا راه مازال نعاودهم باش يزيدوا رقاقهم، ما نخليهمش غلاضين. غادي نستمر هكا حتى نسالي هاد الكره ونخدم عاود هادو على هاد الطريقه هذه ونرجع معكم. هاد الاشكال ديالنا كاملين على هاد الشكل هذا. وغادي نجيب واحد الصينيه ديال اللي كتدخل الفرن، كنفرشوا لها الورق الطهي وكنبقاو نهزوا هاد الحرابل كنعاودوا نرققوهم على القياس اللي بغينا. غادي يدخلوا للفران يطيبوا. انا ما غاديش نقطعهم هكا خضر، غادي نطيبهم حتى يطيبوا، عاد غادي نقطعهم ديك الساعه اللي غادي ندير لهم نص طياب، ماشي يطيبوا حتى يتقرملوا، غادي يطيبوا غير نص طياب ونحيدهم ديك الساعه النيت وغادي نقطعهم معكم ان شاء الله. دابا كنولي نطلقهم غير كديروا هاد الطريقه هذه وتعاودوا تطلقوا، كيساعد لكم العجينه ما كتبقاش كتلوى وترجع عندكم، كتطلق ديك الساعه كما كتشوفوا هنا. دابا هاد الطريقه كتجي سهله. كاين اللي كيهز هكا خضر وكيقطعوا بالمقص وكيديروا في اللاطه كيطيبوا، هذيك كتعذب شويه. بحال هكا جربوا هاد الطريقه هذه وبناتي، راه غادي تعجبكم وتجيكم سهله. نستمر هكا على هاد الحرابل كامل، غادي نرققهم على واحد نفس القياس باش ما يجينيش شي حاجه غليظه شي حاجه رقيقه. وكنستفهم هكا في اللاطه ديالي اللي كنكون درت فيها الورق الطهي. من بعد ما قديناها كاملين حربلتهم هكا على هذا الشكل هذا. انتم كتشوفوا الاشكال ديالنا البربعه ودرتهم في اللاطه ديالي. غادي ندخلوهم للفران، غادي نشعلوه حتى يسخن وغادي ندخلوه ونقص الفران مزيان يطيبوا غير على النار المهيله، يطيبوا على النار المهيله حتى يتشمعوا لي ونحيدهم ونرجع معكم. كتشوفوا المتابعين ديالي العزاز، بناتي وخواتاتي، طاب هاد الفقيقسات ديالنا طابوا كيديروا غير نص طياب. كنطيبهم غير نص طياب هكا، كيكونوا مازالين هكا رطب
باش نقطعوهم دابا. المهم هذه هي الكميه، انا دوبت الكميه اللي درت معكم دوبتها، ودابا غادي نجي لهنا نبقى نقطعها كما راني بديت نقطع. قلت غادي نشارك معكم الموسيقون هذا ديال الفقاس ولا شي موسيقون ماضي هكا كتمشيو معاه هكا كتقطعوا. هانتوما كتشوفوا كيجي صراحه داير خفيف ماشي مدقاس ولا. كنمشيو عليه كامل هكا كنقطعو كامل هكا وكنردوه في الصينيه ديال الفران. كنردو عاوتاني يكمل الطياب ديالو وكنكون حصلنا على واحد الفقيصات المملحات ديال 10 اللي كيجيو رائعين بلا المراشم بلا والو وكيجيو ساهلين وكيعطيو الكميه. المهم غير جربوا هاد المقادير، راه الصراحه في المذاق ديالهم وداكشي كيجيو واعرين. بعد ما قطعناه كيجي على هاد الشكل هذا. درنا هكا كامل. شوفوا هاد اللي دايره، هاد اللي دايره باسله، هاد اللي دايره واحد البناته صغيره عزيز عليها الشغل ديال الكوزينه. المهم هنا قطعنا وصفتنا هكا انا وبنتي الصغيره. وهذا ديال الزيتون، هذا ديال المعنوس، هذا حار وحار نيت، ورحنا مازالين كنقطعو وباقي عاود هاد شويه هذا. المهم غادي نسالي وغادي راني شعلت الفران وغادي نردو في الفران وغادي نحمرو مزيان يتقرمل. صافي كنكونوا حصلنا على الفقاس اللي رائع وزوين وساهل. واحد الكميه لا باس به الصراحه. منين درت المقادير بناتي الصراحه عطى واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله. حتى نتوما بصحتكم وديروا جربوا هاد الفقاس هذا اللي كيجي هكا كيتقطع. غير نتوما ما طيبوش بزاف، الا طيبتوه بزاف كيبقى يتهرس. ديروا له غير يتشمع وخليوه يغطيوه بشي منديل حتى تساليو عنده. ديك الساعه تبقاو تقطعوا. شوفوا كيفاش كيجي، شوف تبارك الله كيجي رائع. هذا اللي درت فيه حبوب الشيا والاخر بافو. قول فكرينا كلمه انت مالكي ساكته. كلمه كتقطع هي دايره ماشي مع داكشي خصها تبقى. ايوا انت ولفتي الفيديو، ولفتي تهضري في الفيديوهات. حنا ولفنا نخدموا الشغل بالسكات. ايوا هذا خدموه. هذا ديال الربيع وهذا ديال الزيتون. زوين. غير هذا الزيتون بحال كيبقى شويه مزيت، كيبقى يطلق الزيتون الزيت ديالو. خصو زعما غير ديروا الزيتون، زيدوا في ديك الكره ديال العجينه ديال الزيتون زيدوا فيها شويه الطحين حيت كيطلق وكيولي مرخي، تولي العجينه مرخيه. شوفوا هكا كيفاش جات تبارك الله. غزال غادي نقرمشو غادي يجي زوين. وها نتوما معنا كتشوفوا المشاهدين ديالي العزاز من بعد ما طيبت المملحات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا وكيجيو رائعين وساهلين وبالكميه لا باس بها. زوينه الصراحه وما كيعذبوش وما فيهم لا المرشم لا الطابع. ايوا هكا نقدمهم هكا في هاد الكسعه هذه. نتوما توجدوا المملحات ديال عاشوراء ان شاء الله. دابا كلشي في هذا الشهر المبارك كيوجدوا هاد المملحات. وشاركت معكم حتى نتوما علاش لا اللي ما عمرها جربت هذا الشكل هذا تجربوا ان شاء الله وكيجيو زوينين. ولكم مبروكه وبالصحه والسلامه ان شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا لي هذا الفيديو من الاول حتى التالي وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.